صباح الخير. يا رب يومكم كلكم يكون جميل. حبيت أبدأ معاكم اليوم الحلو في المنظر الحلو ده، لأن ممكن الكلام اللي أقوله ما يبقاش حلو بالنسبة لبعض من الناس. طبعا أكيد يعني بالنسبة كبيرة اللي بيسمع الفيديو بتاعي هو حد من اللي عارفني وعارف إن أنا عندي كيتشن للأكل البيتي أو الأكل الجاهز بوجه عام. والله يا جماعة، أنا من كتر اللي بشوفه في الكيتشن ده قررت إن أنا أعمل يعني فيديوهات للمواقف اللي أنا بمر بيها في الكيتشن ده. فيها موقف أنا هحكي لكم عليه دلوقتي. هو الموقف ده أنا هدفي منه حاجة، إن أنا أقول لناس كتير جدا على فكرة أنت ممكن ما تعرفش تستمر مع مكان مش عشان المكان وحش أو في حد بيعاملك بطريقة مش كويسة أو بيقدم المنتجات بتاعته بجودة مش كويسة. لأ، هو عشان أنت اللي مش كويس. وده بيثبت حاجة أنا كنت قلتها قبل كده في فيديو، ممكن أحط لكم اللينك بتاعه. إن أنت عشان تاخد خدمة كويسة من مكان، أنت اللي الأول لازم تكون إنسان كويس، لازم تكون عميل محترم عشان تعرف تاخد الحاجة اللي أنت عاوزها. بصوا، السؤال اللي سألته لي العميلة واللي أنا هقول لكم عليه في فيديو النهاردة سؤال أنا عارفة كويس إن ناس كتير جدا بتتساءل السؤال ده بينها وبين نفسها. انا مش عايزه اقول لكم ان هو اصلا غلط ان انتوا تسالوه بينكم وبين نفسكم، وهقول لكم ليه. ممكن يبقى في فيديو تاني، بس خلينا في العميله دي. هي دي اخدت حبوب الشجاعه وقررت انها تساله لي دايركت. طلبت من عندي اكله تاكل افراد كتير، تاكل عيله يعني. والمفروض ان انا حاطه الاسعار موجوده على الجروب اللي الناس مشتركه عليه، وهي عارفه تمن الاكله دي كام. وهي بتستلم الاكله، ورغم ان انا كنت بعتلها كمان الفواتير، لقيت فيه سؤال كده: هو انا ممكن اعرف ده بكام؟ بتقولي على مكونات الاكله، يعني اللحمه بكام وده بكام عشان ادفع المبلغ ده. طبعا يعني وتقولي كلمه، بتقولي ايه: اظن من حقي اسال السؤال ده. هو مبدئيا كده انا جاوبتها والله وربنا اللي يعلم ان ده مش حقها ولا حاجه، بس عشان ما صعبش عليها الموقف اكتر من كده. حق ايه يا ام؟ حقك كسر حقك انتي، وكل واحد بيفكر بالتفكير ده حتى لو بينه وبين نفسه. اكلة ايه اللي انتي تقعدي تسألي على تكلفتها كام عشان تعرفي انتي هتدفعي كام ولا هتعملي ايه؟ هو انتوا لما بتاكلوا في اي مطعم ولا يعني بتشتري اكل من اي مكان، ولا بتجيبي البيتزا اللي هي عبارة عن شوية عجينة ومحطوط عليها شوية كاتشب بيضحكوا بيه على الناس وشوية جبنة والكلام ده كله، لما انتي بتعملي كده بتاكلي الاكله دي بتروحي تساليهم هو الدقيق بكام والصوص اللي انتوا حاطينه بكام والحاجات دي بكام؟ ده اولا. ثانيا، انت مش من حقك ان انت تبقي بتسالي على اسعار حاجه، لان سعر الحاجه مش بتكلفتها. في اكله ممكن تكون تكلفتها قليله بس مجهودها كبير، وفي اكله فعلا هي بتبقى تكلفتها عاليه عشان كده هي متكلفه كتير، يعني اقصد بتتباع بسعر كبير. فطبعا حضرتك مش من حقك لا من قريب ولا من بعيد تسألي سؤال زي ده. مع ذلك أنا جاوبتها يومها، قلت لها: بصي، هو الأكلة دي فيها كذا بكذا وكذا بكذا، انتي ايه رأيك؟ ورحت عاملة معاها حركة أنا عارفة إن دي كانت قاسية عليها. رحت بعتلها كمان فاتورة أكلها اللي أنا اشتريت بيها المكونات. ورحت سألها سؤال، قلت لها: وحتى لو هو الأكلة دي بالمكونين دول بس، وما حطناش غاز وما حطناش كهرباء وما حطناش كذا وما حطناش كذا هو أنا مش هحط مجهود وأجر إن في حد وقف عمل الأكلة دي؟ لقيتها قالت لي: أنا ما حسبتهاش كده، أنا مش عارف إيه، أنا أسفة، أنا ما خدتش بالي، لأ معاكي حق، أنتي صح، أنتي مش عارف إيه. هي من اليوم ده بقى صعب عليها إنها تكمل، صعب عليها إنها تتعامل، لان خلاص هي كشفت ورقها قدامي. هي كشفت نفسها ان هي واحدة كل اكلة بتاكلها من عندي بتقعد تفكر، بدل ما تستمتع بطعم الاكلة بتقعد تفكر الاكلة اتكلفت كام وما اتكلفتش كام. السؤال ده مش من حق حد، اي حد خالص،
يسأله لنفسه حتى بينه وبين نفسه وفي الخيال. انت ملكش دعوة البني آدم اللي بياخد الأجر ده أو بياخد التمن ده هو كام منه لإيه وكام منه لإيه وكام منه لإيه. الأكلة اللي بتتباع لحضرتك في أي مكان دي مش داخل فيها تكاليف الأكلة يا مغفل فقط. الأكلة دي بيبقى فيها حاجات كتير قوي 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 من حق الشخص انه لازم يضيفها. داخل فيها المكونات، داخل فيها العمالة اللي في المكان أجرهم، داخل فيها الكهرباء، داخل فيها الغاز، داخل فيها التوصيل، توصيل السلع للكيتشن نفسه، ده غير بقى سعر التوصيل اللي انت بتاخده أصلا، اللي على بال ما الحاجة بتجيلك انت شخصيا. داخل فيها أجر الناس اللي بتقف تعملها، داخل فيها أجر الناس اللي بتسوق، داخل فيها أجر الناس كل الاستاف اللي بيشتغل. يا رب اللي بيمسح البلاط فيها ده لازم يبقى ليه أجر من الأكلة دي. إيجار المكان اللي بيدفع عشان خاطر يتم تجهيز الأكلة دي جواه، كل ده لازم حضرتك تدفعه. اقعد بقى احسبه كده صح، وبعدين هتعرف ان انت بتدفع فلوس زهيدة جدا 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 جدا. مشاريع الاكل والشرب مش بتكسب زي ما انتوا فاهمين المكاسب الهلامية، هي بس شغالة، هي استمراريتها موجودة، لكن المكاسب فيها مش الفظيعة زي ما انتوا متخيلين. من حلقة النهاردة ومن فيديو النهاردة ايه؟ ان انت ما تسألش اسئلة في مكان ان دلت تدل على ان انت حد ما عندكش خبرة في اي حاجة. يعني اللي تقولي كيلو اللحمة بكام، انت مستنية تعرفي مني انا كيلو اللحمة بكام وانت مش عارفة؟ ما بتشتريش؟ انت يعني محدثة اكل نعمة اول مرة النهاردة تاكلي لحمة وانت بتاكليها من عندي؟ ما تحطيش نفسك في موقف وحش، لان انا لو ما عنديش ضمير سهل اضحك عليكي، سهل ان انا اقولك كمان رقم مش حقيقي. فبلاش تحطوا نفسكم في مواقف بايخة. ثانيا، ما تسألوش أسئلة تحرجوا نفسكم بيها وتصعبوا على نفسكم الاستمرارية في مكان، وتبقى انت مش بتستمر في المكان ده مش عشان المكان وحش، عشان انت اللي وحش، عشان انت اللي اتدخلت فيما لا يعنيك. وزي ما بيقولوا كده، من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. وده اللي حصل مع العميلة دي، هي سمعت حاجة ما كانتش متخيلة انها تسمعها. هي تقريبا في كده شيطانها قال لها ايه، انتي ما تسألي سؤال زي ده تحرجيها وتحسسني مثلا ان انا اللي جشعة وانا اللي اسعاري غالية. انا اجابتي ليها رغم ان انا ما كنتش عايزة اجاوبها، انا كنت ممكن اقول لها لا مش مسموح انك تعرفي، بس انا جاوبتها عشان تشيل من جواها ومن دماغها ان هي مضحوك عليها او ان في جشع. بس انا باجابتي دي انا عارفة صغرتها قدام نفسها وقدامي انا شخصيا. يا ريت ما تحطوش نفسكم في المواقف دي، عشان المواقف دي بتبقى صعبة جدا. ميرسي قوي لكل حد سمع الفيديو ده، وفي المرات اللي جاية هقول لكم على مواقف تانية بتعرض لها، ومنها حاجات فعلا هتضحكوا عليها وحاجات هتحزنوا ان احنا عايشين ومعانا ناس بالشكل ده في الحياة وفي الدنيا عامة. شكرا.